لو لسه خلطة المحشي ما بتعرفيش تظبطيها يبقى لازم تتفرجي على خلطة المحشي بتاعت نورة. بس قبل ما نبدأ الفيديو، اهم حاجة عايزة منكم تعملوا اشتراك للقناة وتعملوا لايك للفيديو، واهم حاجة الاشتراك علشان يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي. هنا انا استخدمت 5 بصلات حجم الوسط وفرمتهم في الكبة. انا مش عايزاه البصل ينزل ميته، انا عايزاه الفرمة دي. بصوا، ولا كبيرة ولا صغيرة اللي هي المعجنة. وفي نفس الوقت احنا مقطعين الخضرة بتاعتنا ومسميينها تتصفى، لازم تتصفى. الخضرة بتبقى عبارة عن ايه؟ شبت وبقدونس وكزبرة. هنيجي بقى في حلة كده نحط حتة سمنة صغيرة، والزيت اهم حاجة يبقى اكتر من السمنة لان المحشي بيعشق حاجة اسمها الزيت. كتري زيت عن السمنة، جربي بطريقتي وهتدعيلي. بصوا الكمية كده اللي انا حطاها. هنحط بقى البصل كده اول ما الزيت يقدح كده معانا، هنحط البصل الكمية كلها وهنقلب كويس. وعايزة اقول لكم البهارات بتاعتنا مش هتكون معقدة ولا كتير، هي الملح والفلفل الاسود دول اساسيين عندي. ونزود بس شوية كمون كده وشوية قرفة بسيطة جدا، يعني لا تذكر يعني. هنسيب البصل لحد شفت اللون ده يدبل كده، مش اللي هو يغمق، يدبل كده بسيط. هتاخدي كده كبشة بايدك صغيرة من الخضرة اللي انت مقطعاها ومصفياها. تاني لازم نصفي الخضرة كويس جدا، صدقيني هتتصدمي من كمية المية اللي هتنزل منها. هنحط بقى ايه الخضرة كده زي ما احنا اتفقنا وهنقلبها كويس قوي. ده كله والنار عالية، مش هقولك عالية قوي بس لو مش واطية برضو الوسط. هنيجي بقى بالصلصة بتاعتنا، هننزل بالكمية كلها كده. هنا بقى نعلي النار. وهنا البهارات بتاعتنا هنحط كده معلقة حلوة بابريكا مدخنة، وهنحط برضو كده شوية فلفل اسود. حاولي كتري فلفل اسود في الخلطة، هتديها طعم خطير. هتحط برضو شوية كمون وشوية سكر كده، قيمة نص معلقة صغيرة، خطيرة. هنا بقى في الاخر انا رشيت شوية كزبرة ناشفة. عايزة اقولكم الكزبرة الناشفة دي بتنقل خلطة المحشي لحتة تانية. هنفضل معليين عليها. شفتوا ان هنا بغسل الرز لحد ما تبقى المية بتاعته اللون ده، تفضلي تغسلي فيه لحد ما تلاقي المية بتاعته بدأت ان هي تفتح كده. والرز برضو حطيته في مصفى ونصفيه، يبقى احنا كده بنحطين الرز يتصفى وحاطين الخضار يتصفى. اوعي تغسليهم وتحطيهم على طول خالص، هينزلوا مية. لو عايزة الخلطة تطلع معاكي مظبوطة. هنا برضو لسه محتاجة تتسبك كمان. شايفين هي كده وصلت قربت توصل للتسبيكة اللي احنا عايزينها. المية اللي فيها قربت تنشف رغم ان احنا مش حاطين مية، بس المية بقى اللي نزلت من البصل واللي نزلت من الطماطم عايزينها تتسبك كده، تبقى فيهاش مية، تبقى حلوة كده. كده وصلت للقوام اللي احنا عايزينه. ما بحطهاش بقى تاني على النار. نبدأ بقى ايه، شفت الرز عندي ناشف ازاي، مفيش فيه نقطة مية. هنحط كمية الرز بتاعتنا كلها. هنا بقى نبدأ نظبط الملح. ما نحاولش نظبط الملح قوي وهي على النار. انا بحب اظبط الملح وهي ني في ني كده، مثلا بعد ما بشيلها على النار واحط البصل واحط الخضرة ببدأ بقى هنا اظبط الملح بتاعها. هنا بقى زي ما قلتلكوا كده هنظبط الملح بتاعها. هنحط برضو ملح وفلفل اسود وشوية كمون صغيرين. الفلفل الاسود والملح عامل اساسي في الخلطة. لقيت الطماطم معاكي مش حمر قوي، حط شوية بابريكا. انا هنا برضو حطيت بقى ايه شوية شطة. شايفين اصلا الخلطة معايا مفيش فيها كده مية، يعني مش مميمية معاكي من الاخر. هتلاقيها كده الرز شرب كده الصلصة وكله بقى ايه سمك واحد، مفيش حاجة منزلة المية بتاعتها. طبعا انا لقيت الحلة عندي صغيرة ان انا اعرف اقلب فيها الخضرة، فانا هنقلها في حاجة واسعة كده عشان اعرف ان انا اقلب الخضرة فيها كويس. شايفين الخضار
ناشف مفيش فيه ذرة مية ازاي، انا عايزاه يوصل لكده، مش عايزة اي مية تيجي مع الخلطة. هنقلب بقى كويس. انا الكمية بالظبط، الخضار بالبصل بالرز بكل حاجة هكتبها لكم في الكابشن. عايزه اقول لكم ريحتها رهيبه والله العظيم، تتاكل نيه بجد، ريحتها تحفه. هتفضلي تقلبي فيها كويس قوي لحد ما تلاقي كل حاجه، يعني مفيش كتله خضار مثلا في جنب، مفيش رز مش واصل له مثلا صلصه، هتقلبيها كده لحد ما تلاقيها خلاص بقت تمام. فبكده نقدر نقول ان خلطة المحشي بقت معانا جاهزة. عايزة ترشي عليها شوية نعناع مجفف رشي براحتك، بس انا بصراحة ما بحبوش عليها. شايفين لحد اخر معلقة مفيش مية موجودة في الطبق، كل حاجة شربتها، عشان احنا زي ما قلتلكوا احنا صفينا الخضار وصفينا الرز وكل حاجة احنا حطيناها وهي متصفية كويس جدا يعني مفيش فيها ذرة مية، حتى التخديعة نفسها سيبناها لحد ما اتخدعت كويس جدا. شايفين شكلها في الاخر عامل ازاي؟ وهنا بقى المفاجأة الكبرى، عملت حلة ورق العنب بشوربة اللحمة خطيرة. شايفين لفة الصباع؟ انا عايزه اقولكم انا دي لفها على ايدي والله العظيم، ولا مكنه ولا اي حاجه. لو عايزين تعرفوا انا بلفها ازاي اكتبولي في الكومنتات وانا هنزلكم فيديو مخصوص وانا بلفه. لو عجبكم الفيديو اكتبولي رأيكم في الكومنتات، وهستنى اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم الفيديو جاي على خير.